بص يا صديقي، انا عارف ان انت تعبت، عارف ان انت شقيت قوي في السنه دي، عارف ان انت صحتك اتدمرت ونفسيتك اتدمرت، عارف ان كلام اهلك زعلك، عارف ان كل اللي حواليك مستنيين منك حاجه كبيره وانت خايف تخذلهم، عارف ان السنه دي مهلكه جدا ليك ومتعبه لاعصابك، عارف ان كل لحظه بتعدي عليك بتلوم في نفسك وبتندم ان انت ما عملتش اعلى جهد عندك. انا عارف ان السنه دي متعبه نفسيا وجسديا وعصبيا، بس عايز اقول لك ان انت قدها وتقدر تعملها وتقدر تكافح وتقدر تجيب مجموع عالي وتحقق كل اللي نفسك فيه. اللي محتاجه منك بس في الفيديو ده انك تركز في كل كلمه اقولها لك، وبعون الله هتطلع من الفيديو وانت مستفاد من 90 ل 95%. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دفعه 2025، انا اسلام من دفعه 2023 علم علوم. في الفيديو ده بعون الله مش هرغي معاكم، مش هقول كلام على الفاضي. كل اللي هعرفه لك انت كطالب ثانويه عامه ايه اللي المفروض تعمله في شهر 12 عشان الدنيا تظبط معاك وتخش شهر واحد والدنيا معاك هاديه وبتعرف تتعامل وبتعرف تحل اسئله. انت كمان تقدر تاخد ثواب وتبعت الفيديو لصاحبك عشان يستفاد زيه وزيك، لان بعون الله الفيديو ده هيغير ناس كتير جدا. رايح شهر 11، انا كطالب ثانويه عامه المفروض اعمل ايه في شهر 12؟ ازاي الدنيا اظبطها؟ ازاي لو مراكم اخلص حاجات؟ ازاي اقدر انجز اكبر قدر من المذاكره؟ المفروض اذاكر كام ماده في اليوم؟ كل ده هنتكلم فيه بعون الله. مبدئيا كده مع بدايه شهر 12 الناس هيبقوا نوعين: نوع مش مراكم والدنيا معاه ماشيه تمام، ونوع تاني كان مراكم وشغال على نفسه حاول يخلص التراكمات اللي عليه وخلاص قرب يخلص ما فضلوش كتير. القسم التالت اللي هو لسه ما بدأش مواد ولسه ما خلص، عايز اقول لك انك تقدر تبدأ، بس لو اتأخرت اكتر من كده للأسف يعني ما اقدرش اقول لك ان انت بنسبة كبيرة هتكمل السنة تمام. لا، انت لو اتأخرت عن شهر 12 ولسه ما بدأتش، ان انت تنجز وتخلص قبل شهر 5 هتبقى صعبة. فانت لو ما بدأتش يا ريت تبدا. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش تراكمات ماشيه في المواد تمام، درس او درسين بالكتير قوي اللي مراكمينه، يعني الدنيا متظبطه. الفئه دي من الناس كل اللي انت محتاجه في شهر 12 انك تركز على حل الاسئله وتجميع الاخطاء. يعني ايه؟ يعني تجيب اسئله من كتب خارجيه وتحاول تحلها مره في الثانيه في الثالثه. وهنا مش بقول لك انك تحل كل الاسئله اللي هتجيلك صح، عادي جدا لو غلطت، عادي لو انت حاسس ان انت متفوق في الماده وجيت بعد كده غلطت، دي حاجه عاديه ما عندناش مشكله فيها. اللي محتاجه منك ان انت تحل اسئله، تدخل في دماغك افكار جديده حتى لو هي صعبه، حتى لو هي ما بتجيش اخر السنه. انا مش طالب منك ان انت تعقد نفسك وتقول لا مش عارف احل، لا اصل الاسئله صعبه، دي حاجه عاديه. انا مش عايزك تحل كله صح، انا عايزك تدخل على دماغك افكار جديده وتخلي دماغك تشتغل باكبر نسبه ممكنه. الحاجه الثانيه اللي محتاجك تعملها انك تجمع اخطائك في كشكول اخطاء. تجيب كشكول صغير 40 ورقه 60 ورقه زي ما تحب، وتكتب فيها الاخطاء في كل ماده. دلوقتي انا في الفيزياء في سؤال كده كل ما بيجي لي بغلط فيه، انا هكتبه في الورقه او في الكراسه الخارجيه في الحته بتاعه الفيزياء عشان السؤال ده لو جالي تاني افتكره ان انا حليته غلط وفي نقطه معينه انا مش بعرف اجيبها، مع الوقت اتعود عليها واحلها صح. وتقسم الكشكول ده على كذا ماده: كيمياء، فيزياء، احياء، عربي. السؤال اللي بتغلط فيه كتير اكتبه في الكشكول الخارجي وراجع عليه كل شويه. بايدك انك لو عملت الحاجتين دول في شهر 12 هتخلص شهر 12 وتبدا شهر واحد وانت هتلاقي معاك الدنيا مظبوطه جدا. درجاتك في الامتحانات هتبتدي تتحسن، هتبتدي ان انت خلاص تفهم الاسئله ماشيه ازاي، تشوف التريكات اللي بتقع فيها وتبعد عنها. النوعيه الثانيه اللي من الناس اللي هم بيخلصوا التراكمات اللي عليهم خلاص، هيبتدوا يخشوا في شهر 12 وفاضل لهم حاجات بسيطه في التراكمات. اقول لك عاش جدا، ومش معنى كده ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويقول لك ان انت مش هتتقارن بتاع اول السنه. عايز اقول لك ان في ناس في اول السنه للاسف في الفتره دي من حياتهم نفسيتهم بتقع وبيتاخروا عن السباق، فانت عندك فرصه ان انت تكتسح وتعديهم. وهنا انا مش بقول لك انت غلط او هو غلط، بس اللي بيريح وبيعتمد على شغفه في الفتره دي بالذات، لانها فتره خطيره جدا. للاسف في ناس بتيجي من ورا وبتسبقه وبتكسب السباق، فمش معنى كده ان انت اتاخرت ان انت مش هتجيب مجموع، ان انت مش هتتقارن. هي ربنا سبحانه وتعالى بيحسب للعبد على اساس تعبه، هو تعب قد ايه. ممكن واحد يذاكر في شهر 12 لحد شهر 6 ويتعب تعب كبير جدا، ما ذاكروش واحد من شهر 9. الفكره كلها ان انت تتعب وتعمل اللي عليك، مش مطلوب منك اي حاجه تاني، ما تفكرش في اي حاجه تاني. ابعد عنك فكره الشيطان اللي هي مش هتتقارن بتاع اول السنه كده هو هيجيب اعلى منك، مفيش الكلام ده. الثانويه العامه ملهاش قوانين ثابته. اللي محتاجه منك برضو حاجتين: انك تركز على حل الاسئله لان دي حاجه ثابته، والجزء اللي تلاقيه واقع منك بعد ما تخلص حاول تراجع عليه. ما تسيبش جزء غير وانت مخلصه وتمام شرح وتمام فهم، عشان الجزء اللي بعده ما يتراكمش عليك في الفهم والشرح. خلص جزء زي ما انا عامل لك خطه في الفيديو اللي قبل ده، اتفرج عليه لو ما شفتوش هتلاقي خطه كامله
مظبط لك فيها الجدول بتاعك، جدول الاسبوع ازاي تخلص التراكمات بتاعتك كلها. الحاجه التانيه اللي محتاجك تعملها ان انت تبعد عن دماغك شويه التفكير بتاع مش هقارن بتاع اول السنه، اصل انا خلاص ضعت والوقت ضاع عليا. لسه معاك وقت تخلص، ولسه معاك وقت تبدا جد من اول شهر واحد، بس ابتدي ودوس على نفسك اكتر. بالمناسبه جروب التليجرام بتاعنا الشباب بتتكلم في المشاكل بتاعتها وبعون الله كلها بتتحل، وانا ساعات ما بتدخلش، يعني هم بينهم وبين نفسيهم كل واحد بيعرض مشكلته والتاني بيحلها له، وكذلك الامر يعني الله اكبر عليهم، كل واحد عنده حل المشكله معينه بيساعدوا بعضيهم، فدي حاجه جميله واحييهم على روحهم الجميله دي. الفئه الثالثه والفئه الاخيره من الناس اللي هي لسه ما بداتش ولسه مراكمه، يعني انا عايز اقول لك انت مستني ايه تاني؟ يعني مستني الوقت يعدي عليه اكتر من كده عشان تبدا؟ ليه هتدخل نفسك في حته هاجل مواد، في مواد مش همتحنها وخلال السنه الجايه؟ يعني ليه بتوصل نفسك للمرحله دي؟ ما انت تقدر تبدا وتقدر تخلص تراكماتك وتقدر تبدا جد من اول شهر واحد. ليه مأخر نفسك؟ يعني دي حاجه مش حلوه. لو انت لسه ما بداتش عايز اقول لك انك معاك وقت، بس اول ما هيجي عليك شهر واحد فرصه ان انت تعوض وتدخل المواد وتخلص التراكمات هتبقى ضعيفه، هي مش مستحيله، تبقى ضعيفه شويه، فانت يا ريت تبدا وتخلص التراكمات اللي عليك كلها. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، بعون الله هتكونوا استفدتوا منه جدا. محتاجين اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات، هنساعد بعضينا واشوف المشاكل بتاعتكم وهتكلم فيها في فيديو جديد عشان نحلها. هحاول الفتره الجايه نكثف في الفيديوهات عشان نساعد بعضينا قبل بدايه شهر واحد، عشان كله يخش شهر واحد والدنيا معاه متظبطه. ربنا رب يوفقكم وتحاولوا نفسكم فيه. سلام عليكم يا وحوش.